ريال مدريد يخسر من ريال مايوركا بنتيجة مخيبة للآمال بنتيجة 2-1 قبل مباراة بايرن ميونخ. وبنفس الوقت بايرن ميونخ يفعل ريمونتادا تاريخية ويفوز بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخر بهدفين وصل للدقيقة 80 وبعدها جاب 3 أهداف ريال مدريد ويستعد لمواجهة ريال مدريد. بنفس الوقت ريال مدريد يخسر بنتيجة 2-1 وصدارة الدوري. إذا فاز برشلونة اليوم 100% راح يروح الدوري على ريال مدريد. وريال مدريد مع تشابي ألونسو 5 خسائر في 28 مباراة، وكل هذه المباريات اللي خسرها ضد فرق كبار مثل ليفربول، مثل باريس سان جيرمان، مثل أتلتيكو مدريد، مثل السيتي. ومع تشابي مع أربيلوا 5 خسائر من أصل 18 مباراة، وكلها أغلبهم ضد فرق صغيرة، ضد أندية صغيرة متواضعة. وبيريز يندم الآن يا تشابي، يندم الآن على تشابي ألونسو. ريال مدريد مع تشابي ألونسو لعب 28 مباراة وخسر 5 مباريات في خاص ضد فرق كبيرة: السيتي، ليفربول، باريس، أتلتيكو مدريد. في نفس الوقت مع ربيلوا 18 لعب 18 مباراة وخسر 5 مباريات ضد أندية متواضعة. وبيريز الحين يندم أشد الندم على تشابي ألونسو. حرفيا في الشوط الأول اللاعبين كان يضيعوا فرص. كيليان مبابي لعب اليوم 90 دقيقة، 0 هدف، 0 تمريرة حاسمة، 6 تسديدات ولا سجل منها أي هدف. فرصتان محققة ضيعهم. مراوغة ناجحة. فقد الكرة 14 مرة. مبابي اليوم قدم مباراة سيئة، من أسوأ مبارياته هذا الموسم بصراحة. الآن يجب على لاعبين ريال مدريد بأن يهدوا ويفكروا ويتجهزوا لمباراة بايرن ميونخ، لأن المباراة زي هذه المباراة المفروض يفوز ريال مدريد ويجهز نفسه ويتشجع. بس الحين أقل، يعني يمكن 90% راح يخسر ريال مدريد، لأنه أنت راح تواجه المباراة الجاية ضد فريق بايرن ميونخ راح يدمرك لو لعب بنفس هذه المباراة. نفس هذا الأداء في هذه المباراة راح يدمرك بايرن ميونخ، وبتخرج بنتيجة بفضيحة تاريخية في ملعبك. أنت بتلعب الذهاب في ملعبك، في الإياب الله يعلم إيش بيصير. خلينا نشوف. لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.